السلام عليكم. ست البيت اللي راحت جريت جابت الفينو في اول يوم مدرسه، وفاكره ان هي بتعمل سندوتشات للعيال وان هي كده بتغذيهم. احب اقول لك ان انت عملتي كارثه مع عيالك، وخصوصا لو عيالك دول عندهم مشكله هرمونيه في مرض السكر من النوع التاني. تعالوا بقى كده النهارده نعرف الموضوع ده كده ايه بالراحه، ونعرف الدنيا فيها ايه. اول حاجه لازم تعرفوا ان الفينو اساسا جه مصر عن طريق الارمن اللي كانوا عايشين في اوروبا، في فرنسا ومنطقه منطقه غرب اوروبا. وجي مع خواجات اللي هم الارمن، وكان اساسه في اسكندريه، وبعد كده انتشر في ربوع مصر. مشكله العيش الفينو يا جماعه انه على المؤشر الجليسيمي، اللي هو المؤشر اللي احنا بنقيس بيه قياسات السكر وقياسات النشويات في الحاجه. العيش الفينو بيتكون من اقل من نص في المية من الالياف، يعني ما بيشبعش اساسا. لانه هو عباره عن خماير. الخماير دي مولده الياف هوائيه وجيوب هوائيه جوه العجين، فما بيعملش اي فايده واي حاجه تذكر. كمان العيش التوست مشكلته كمان ان هو بيبقى ني من جوه، وبيبقى عامل زي اللبابه. يعني من الاخر كده انت بتاكلي اولادك حاجه ملهاش اي قيمه غذائيه. فنصيحه، لو هنعمل سندوتشات يبقى عيش بلدي او عيش شامي. العيش البلدي او عيش الشامي بيكون 1.5% منه الياف، يعني هيشبع. يعني كل ما يكون العيش فيه ردة كويسة ويكون عيش الدقيق بتاعه أسمر، بيعمل زي هضم بطيء، فبيكون كويس وبيشبع أكتر، وبيبقى فيه فوائد لأن الخماير الطبيعية والألياف بتساعد على ان المعده تكون شغاله بانتظام وحركه الامعاء تكون منتظمه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم دايما على خير. مع السلامه.